السلام عليكم. معكم أمين، مواطن جزائري الأصل والجنسية. خوتي، لما نطولش عليكم، راه عندي واحد الموضوع. باغي نرد على واحد الجندي مغربي راه يتهجم بزاف على الجزائر. بالك راكم شفتوه كاع، راه يدير لي فيديو في اليوتيوب، مواضيعه كاع على الجزائر، ماشي بيون وجه، يجيب الزي العسكري المغربي ويتهجم على الجزائر. معليش، راه يسب وراه يقول واحد الهضره خاطئه. المهم معليش، حنا ما غاديش ندخلوا في هذا. اصلا هو مواضيعه كاع تافهه، كيما هو انسان تافه. شو انا كاين واحد الموضوع انا شغل لفت انتباهي. باش تشوف المغاربه وصلوا لواحد درجه الحماقه ما وصلوها حتى شعب في العالم وصلها. داوها على ملكهم الحسن الثاني، كما يسموه هو جلالته، داوها عليه هذه الحماقه. هذاك هو حد عقلهم، الله غالب. مين قد راك داير واحد الفيديو راك تقول انا غادي نرد عليه غير في هذه. هذا ما كان غير هذه غادي نرد عليك. جبت واحد الخريطه وجبت واحد الكتاب، قلت هذا الكتاب راكم تقروا به في المغرب، تقروا به الطور الثانوي ولا ميراني ولا دوزياماني ولا تيرمينال، واقيلا راكم تقروا به في التاريخ والجغرافيا. هي وكاين في هذا الكتاب كاينه واحد الخريطه تبين خريطه المغرب سابقا. ديك الخريطه واقيلا رسمها الملك تاعكم محمد الحسن الثاني، كان كامي بزاف الزطله، اثرت فيه بزاف. راح جاب ورقه وستيلو وقاعد يرسم، قال لكم هذه هي حدود المغرب سابقا، وياكم هذه من نوروه غادي تبقى تقروها لولادنا. نتوما امنتوه بالسيف، عليكم تامنوه. يا واش هو ما شغل شتك؟ سير من روحك تدافع على ديك الخريطه وتقول وهذه هي الاراضي المغربيه، وهذه هي بلادنا من بكري. معليش. وقلت لهم باللي وعلى المغرب، وقلت واحد الحاجه، قلت لهم وعلى المغرب ان يسترجع الصحراء الشرقيه اللي هي بالشروه النوف. خويا، لا عندك شي حق ولا تعرف باللي عندك شي قوة باش تسترجعهم، رواح استرجعهم، ما كانش مشكل. رواح غير هنا للحدود. أنا والله العظيم ما نخرجوا لك كاع العسكر، غادي يخرجوا لك غير المدنيين. انا العسكر كاع ما نوضوهمش وما نخربوش فيهم، غادي غير المدنيين تغرق فيهم، غير سكان بشار وتندوف غادي تغرق فيهم، هادو غادي يغلبوك. صح معليش. هي وانا اللي خلعني في الخريطة، قلت باللي حدود المغرب يبداو من طنجة حتى نهر السنغال. تسمى موريتانيا ديتوها، تسمى سابقا موريتانيا تاعكم. راكم نقول لي قبل الحماية الفرنسية لسنة 1912، من كانوا الحدود تاوعنا من طنجة حتى نهر السنغال، تما موريتانيا كانت أراضي مغربية على حسابك تا. والزاوجة الحدود اللي يبدو من المحيط الأطلسي قال لك يكملوا حتى العين صالح. هذه عين صالح دائرة تابعة إقليميا لولاية أدرا الجزائرية، قال لك تبدأ من عين صالح المغرب ما تكملش المحيط الأطلسي، ومن نهر السنغال حتى لطنجة. يا لا كون زيد كملت ليبيا وتونس حشمت نعطوك حنا بونيس من عندنا نديهم. كون زيد مالي والنيجر هذو كيفاه تديت غير من الجزائر وديت كاع موريتانيا زعما جاتك حشمه، هادي كل شو صاي يقول هادي. قول كاع شمال افريقيا كان مغربي غير جاتك حشومه، عمي فات فيك كذبت كذب، كمل خسارتك معليش. المهم قال لك باللي هذه هي الاراضي تاعنا وعلينا ان نسترجعهم. ودي بصح انا سما راني نشوف لي فيديو تاعك، راك ناسي واحد الطرف حساس، راك ناسي واحد الطرف ما وجامي ولا شتك جبدته ولا درت عليه فيديو ولا بمناسبة كنت تهدر باه تسترجع الأراضي اللي راهم ديتهم الجزائر. عمرك ولا جبت على واحد الطرف حساس اللي هي موريطانيا، اللي هي اسبانيا. هذه اسبانيا اللي داية واحد المدينتين ساحلية ضاربة في عمق المغرب، اللي هي سبتة ومليلية. هادو المدن زوج، هادو هما وصمة عار في تاريخ المغرب. كان عندكم واحد السلطان اللي انت تعرفها مليح ويعرفوه المغاربة مليح، سموه السلطان عبد الحفيظ. بدل زوج مدن سبتة ومليلية بدلهم بدراجة هوائية. عطا اسبانيا مدت له دراجة هوائية، مدلهم مدينتين ساحليتين. حنا كنا عرفنا كيما هاك نعطوك كاع الدراجات الهوائية في الجزائر وعطونا المغرب، وراكم عبيد عندنا وخدامة عندنا.
ما على بالناش بلي تبغوا الدراجات الهوائيه. هي شتك جامي ولا جبت على المغرب. وبما ان هذيك الخريطه اللي كنت تهضر عليها قلت باللي المغرب من طنجه حتى نهر السنغال هذه سابقا قبل 1912، قبل الحمايه الفرنسيه للمغرب سنه 1912. قلت المغرب كانت كيما هاك الخريطه نتاعها. صح انا يبان لي انت ماكش قاري التاريخ مليح. اسبانيا اللي كانت محتله، اللي كانت في الصحراء الغربيه منذ 1783. راني نستنى انا الرد. كي تشوف الفيديو تاعي رد عليا هذا السؤال، هذا ما كنطلب منك رد عليا غير السؤال. قول لي اسبانيا اش كانت دير تما ذاك الوقت. وقعدت 92 سنه منذ 1783 الى غايه 1975. تسمى راك تقول باللي هذه المغرب هذا هو كاع فيها كاع هاد الاراضي الشاسعه. فهمني انا اش كانت دير اسبانيا في الصحراء الغربيه. تسمى نتوما عندكم عقده من جهه اسبانيا. تسمى من بكري اسبانيا مستعمرتكم على حسب ماني نشوف. وراني سير باللي ما عندكش رد، ما عندك ما ترد عليا في هذه. صحيح خاطر التاريخ يقول كيما هاك، انا قلت كيما هاك. ونزيدك معلومه اخرى، انت اللي راك تضرب على، راك تحوس به تدي الصحراء الشرقيه. الصحراء الغربيه وماشي نتاعكم. خاطر هذيك في الحقيقه الصحراء الغربيه ما راها لا تاع اسبانيا ولا تاع المغرب ولا تاع البوليزاريو. هذيك اراضي موريطانيه. الساقيه الحمراء وواد الذهب ريو دو اورو هذوك تابعين الموريطانيا. موريطانيا تنزلت عليهم. اي الصحراء الغربيه بغاو يدوا الاستقلال تاعهم، نتوما رفضتوا قلتوا هذيك. نتوما في رصانكم ما على باليش انا. الحسن الثاني نهار دار المسيره الخضراء، هيا الحسن الثاني انا بانت لي كل ما يبغي يدير شي قرار يكمي الزطله بزاف، يكمي الكيف بها ما يعرفش شي يقول. لابريف الخريطه اللي رسمها ومدها لكم راكم تقروا بها تما. خاطر كون كان في عقله ما يرسمش هذيك الخريطه، هذا تاع واحد مهبول دارها. طيب والمشكله المغرب انا اللي خلاني في المغرب كل ما تطالب باراضي تفقد اراضي جزء من اراضيها. الصحراء الغربيه مشات، سبته ومليليه مشات، وهذيك جزيره ليلى ثاني داوها لكم اسبانيا. وانتم معكم مشكله غير مع اسبانيا. ايوا تردوا الغول في الجزائر. صح معليش. كاينه ثاني حاجه واحده اخرى نسيت ثاني باه نقولها لك كاع، اللي هي الحسيمه اللي قريبا راها كاينه. واحد المنطقه في المغرب غادي تستقل، سموها جمهوريه الريف، اللي اسسها ذلك الرجل الشجاع محمد بن عبد الكريم الخطابي، اللي نتوما في المغرب تسموه بالخائن. مالغري هو الراجل كاع، هو خير من الحسن الثاني، هو خير من محمد الخامس، وخير منكم كاع. هذاك الانسان نتوما تسموه الخائن. هذاك قاوم اسبانيا وقاوم فرنسا. لولا الخونة المغاربة لكان اليوم كرها حدانا واحد الدولة سموها الجمهورية الاتحادية لقبائل الريف. وهذه هي المشكلة. نتوما اللي راه عندكم أصحاب الريف، الملك يكرههم، الأسرة العلوية تكرههم، وانتوما المغاربة بداك خونة وجبناء قاعد تكرهوهم. صحيح يا خويا، روح ريقل اموراتك مع اسبانيا وحنا سهل الحال. اسبانيا نهار اللي ترد لك هذوك زوج جمدن حنا غادي نفرحوا لك. روح رد غير سبتهم ليليا بزاف، خليك من الصحراء الغربيه. ومن الصحراء الشرقيه نجوم السماء اقرب اليك من الصحراء الشرقيه بشروة ندوف. غير نقطعك لياس. صحيح ماذا بك من اليوم فصاعد. رانا عطيتك واحد الحقائق ما بغيت تنظر شويه. صحيح قول تحيه للجزائر، ورانا حنا غادي نسمحوا لك معليش. غير قول تحيه للجزائر في كاش فيديو، قول اودي نتوما جوارينا وتحيه للجزائر والله يهديك. صاي انا بانت لي تا كاع ماشي جنديك، واش جنديك وراك تدافع على حدود بلادك يا واحد الجبان. اي المهم خوتي سمحوا لي لا طولت عليكم. تحيه للجزائر والسلام عليكم، تصبحوا بخير.